واش الخوت، السلام عليكم. الجزء الاول ديال هذه القصه خليناها غادي ندير الشروط باش نرجع للدار ثاني. مشينا بارك في ديك الجرده، كنتسنى الوالد ولا الوالده يبداو يقلبوا عليا باش نرجع للدار. كان فيا الموت ديال الجوع. بارك كنتسنى ورد البال يمتى يجيو، ولكن والو ما جا حتى واحد. ما عمري تخيلت حياتي بعيدة للوالد والوالدة. ديك الساعة كنت معصب، قلت صافي غنبقى باركين واحد نص ساعة اخرى، الا ما جاوش غادي نمشي في حالاتي. بقيت بارك تما 4 سوايع اخرى حتى بدا كيطيح الظلام. ديك الساعة عرفت بلي انا عندهم زايد ناقص، ومع ذلك كنت غادي راجع للدار تاني. عاد بداو دموعي كينزلو كيشتا. من فاش كنت صغير ما بكيتش، يلا تنفكر فين غادي نمشي ويبان لي مهدي تيدور كيقلب عليا. بقيت تنجي حتى بعت بان لي واحد الطوبيس طلعت فيه، وخا ما عرفوش فين غادي. مشى بيا واحد مسافه بعيده على الدار، ما عمري شفت ديك البلاصه. تندم معايا الحال، بغيت نرجع للدار. شعل التليفون كنتسناهم يصونيو باش نعت لهم فين انا باش يرجعوني. صافي غنكون خلعتهم بما فيه الكفايه. حتى الدنيا بدات كتخوى من بنادم. الناس تينعسو دابا. ما عمري تخلعت بحال هكذا، خارج من الدار بشورت و تيشيرت خفيف وديما الصاد، حتى لداك النهار اللي خرجت فيه الموت ديال البرد. بقيت بارك في واحد الكرسي، الجوع والبرد. هو يجي يبرك حدايا واحد السيد شاد ساندويش وقرعه ديال الشراب. حط القرعه وسطنا تيقصي. شفت فيه وشاف فيا، مد ليا داكشي اللي في يدو بلا ما ندوي. بديت تنقصي فيه. قال لي شنو كدير هنا؟ قلت ليه بعدت على الدار وما عقلتش كيفاش نرجع ليها. قال لي يلا انا غادي نوصلك. تنشوف في السيد سكران. قلت ليه لا، غادي نبقى هنا حتى الصباح وغنرجع في الطوبيس. خونا قال لي ولكن راه البرد، وحطيت يدو على رجلي. انا دار بغي شورت. تنشوف فيه واش من نيتو. ديك القرعه ديال الشراب ضربتها مع الكرسي، بغا ينوض. قالت ليه بلاتي جبد داكشي اللي في جيبك. بدا تيضحك وانا ندوزها ليه من حدا نيفو. تخلع وجبد ليا بسطامو فيه 350 درهم. قال لي هي اللي عندي. تنشوف واحد المكانه في يدو، حيدتها ليه عطيتها لدرادك. ما وقفت حتى بعدت. تليفوني طاح، بقاو غير الفلوس كنت شادهم في يدي. بقيت نتمشى حتى تنسمع صوت هذا الفجر. وقفت حدا الجامع حتى خرجوا الناس ودخلت انا نعس تما حتى الصباح. حالتي مبهدله وداخل الجامع بريحتي عامره شراب من القرعه اللي هرستها البارح. الله يسمح لي غادي تنقلب على شي تيليبوتيك نعيط على الوالد حافظ مرتو. كنت باغي نعيط عليه ولكن فيه الموت ديال الجوع. قلت اجي نقصي قبل ما نعيط لهم، مازال عندي ديك 350 درهم. من بعد لقيت واحد السناك حدا تيليبوتيك. بقيت تنقصي حتى دخل واحد البوليسي داخل ياكل. شاف فيا وغادي يكمل طريقه تاني لعند مول المحل. هو يوقف، شاف فيا تاني تضرب على الساعه اللي في يدي باينه ساويه. قال لي وقفت وهو يصرفقني. بغا مول المحل يحبسو. قال لي ادخل سوق راسك. جرني من يدي الكوميساريه قريبه لداك السناك. من بعد لقيت واحد السناك حدا تيليبوتيك. بقيت تنقصي حتى دخل واحد البوليسي داخل ياكل. شاف فيا وغادي يكمل طريقه تاني لعند مول المحل. هو يوقف، شاف فيا تاني تضرب على الساعه اللي في يدي باينه ساويه. قال لي وقفت وهو يصرفقني. بغا مول المحل يحبسو. قال لي ادخل سوق راسك. جرني من يدي الكوميساريه قريبه لداك السناك. كان خاصني نعيط على الوالد كره دابا في دارنا تاني. خونا دخلني الكوميساريه. قال واحد البوليسي اخر هذا هو البرهوش اللي جلس السيد ديال البارح
عيط ليه باش نتاكدوا. دخلني لواحد البيت وسد عليا. بقيت بالك تنفكر بلي ما نقدش نقول لهم بلي خونا من صحاب قوز وقزع. دخل عندي داك البوليسي سولني فين ساكن، قلت ليه في الزنقه. بقى شي نص ساعه هو تيسول فيا. قلت ليه مني عقلت على راسي وانا عايش في الزنقه ما تنعرف حتى واحد. بقيت تنعاود ليه نفس الهضره حتى تيقني. تعيط على شي واحد تنسمع الاصلاحيه. هادشي اللي بقى كان في بالي. نمشي تما اصلا ما بقى عندي فين نرجع. ما عدبوش راسهم وما قلبوش عليا حتى انا غادي نمشي نقلب على راسي في بلاصه اخرى. داوني لديك الاصلاحيه. نهار الاول عرفت الدراري تما تقريبا كلهم. انا بعيد على بنادم تناكل وتنعس تما. تقدر تقرا ولا تتعلم شي حاجه، ولكن ما بغيت حتى شي حاجه. في الاول كنت غادي نبقى تما 18 عام وغادي نخرج. واحد النهار بارك تناكل هو يجي واحد خونا قال لي تسخر لي. قلت ليه لا. هو يبدا يسب تيشوفني غير ساكت حقروني. كنت تنقصي كتبان لي غير واحد الفرشيطه زرعتها لي في حنكو. سحب لي غادي غير نجرحو شويه. كانت سحبني غادي غير نجرحو شويه وصافي، ولكن الحله كانت كبيره. تما بدات يتركل. واحد خونا كان بارك حدايا بدا يرد فاش شاف داك المنظر. موراها وليت غادي ندوز عام وشي حاجه في الحبس مور 18 عام، ولكن ولات عندي السمعه ديالي تما. بنادم تما ولا عطيني الثقه. انا وليت غير عايش تما وصافي. كل نهار تنقول مع راسي غادي نعيط على الدار نقول لهم فين انا، ولكن ما تنقدرش. هما باغينيش وسطهم. جاتهم من الجنه والناس. فاش خرجت من الدار بالاخص مهدي غادي نخرج من هنا، اول حاجه غادي نديرها هي نخصل ليه وجهه. بقيت بديك الاصلاحيه ما كاين ما يدار. وليت مره ناخذ شي كتاب من المكتبه تنقراه كندوز به الوقت. تسولوني شنو سميتك كنقول لهم كتعجبني سميتي ياسين، لكن هي تنقول لهم ما عنديش. كاع الدراري تما كيجيو عائلتهم يشوفوهم الا انا. حتى تنسمع ديك ياسين. هاد المره بقيت مستغرب شكون اللي غادي يجي عندي يزورني. داك الحارس قلت ليه واش انا؟ قال لي انت. شي واحد جا باش يشوفك. قلت ليه ما تنعرف حتى شي واحد. قال لي ايوا يلا باش تشوف شكون. غادي معاه زوج سيناريوهات عندي كيدوروا لي في راسي. يا غادي كل وليد يا داك السيد اللي ديت له المكانه نتاعو. دخلت تما تنقلب بعينيا ما بالي حتى شي واحد كنعرف. واحد سيد يزيد تيشير عليا باش نمشي لعنده. ما عمري شفتو. خونا تبارك الله على خير. انا قلت غيكون شي بوليسي جاي يسولني على شي حاجه، ولكن حتى بوليسي ما عندوش ديك الفورم. خونا مطول اللحيه شويه بركت حداه مد لي يدو قال لي ياسين بخير. صدمني منين عرف سميتي. المهم خوتي كان هذا هو الجزء الثاني من القصه نتاعنا. الا بغيتو الجزء الثاني من القصه وعجبتكم القصه كتبوها لي في الكومونتيرات باش نلوح لكم القصه الجزء الثالث في اقرب وقت. تهلاو.